فضائح في ملفات جيفري إبستين المتورط في فضائح جنسية ومع كبار المسؤولين حول العالم. نجد أن 3 قطع من كسوة الكعبة الشريفة وصلت إلى أيدي هذا الرجل عندما أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن تلك الأسرار. وجدنا أن هذه القطع قد وصلت إليه من سيدة أعمال سعودية تمتلك شركة ألعاب إلكترونية في الإمارات، بالتعاون مع شخص آخر قام بشحن 3 قطع من الكسوة الخاصة بالكعبة والمطرزة بخطوط أو بخيوط الذهب وإهدائها إلى إبستن، حيث تم نقل القطع جوا من السعودية إلى فلوريدا عبر خطوط جوية أجنبية. فيما تكشفت أو تكشف المراسلات أن من هذه السيدة أن واحدة من هذه القطع من داخل الكعبة المشرفة وأخرى من الخارج وثالثة صنعت ولكنها لم تستخدم. وعلقت هذه السيدة في إحدى الرسائل: بالمناسبة القطع السوداء لمسها ما لا يقل عن 10 ملايين مسلم من مختلف المذاهب من السنة والشيعة وغيرهم، يطوفون حول الكعبة 7 أشواط. لم يحاول كل واحد منهم أو حتى يحاول كل واحد منهم قدر الإمكان لمسها، وقد وضعوا صلواتهم وأمنياتهم ودموعهم وآمالهم على هذه القطعة على أمل أن تستجاب جميع دعواتهم بعد ذلك. يعني كل هذه الفضائح، ولكن ما يمس الكعبة كيف وصلت هذه الشحنة إلى منزل إبستن؟ لقد وصلت في عام 2017 بعد فترة طويلة من قضائه عقوبة السجن وتسجيله كمجرم جنسي، ولكن المراسلات لا تشرح كيف وصلت ولماذا وصلت بعد أن عرف أنه مجرم جنسي. هناك تساؤلات عديدة.